حاجة تعلمتها وليني متأخر بزاف. اي واحد كيدخل العالم ديال السحر والشعوذة كيكون مفكر راسو بلي غيتحكم في كلشي، غيتحكم في العالم، ولكن الحقيقة العالم هو اللي كيتحكم فيك وكيسيرك. انا سميتي حمزة، ولا على الاقل هذه هي السمية اللي غنستخدم دابا. عندي دابا 32 عام، ولكن القصة بدات ملي كان عندي 19 عام. في داك الوقت كنت طايح، لا خدمة لا ردمة لا قراية لا مستقبل. الحاجة اللي حطيت فيها هي ما كتصدقش. الوالد ديالي كان ديما سكران، والدار ديما عمرها مشاكل، لغوات، صداع، مدابزة. ولكن اكتر حاجة كانت كتخنقني هو الاحساس ديالي بالعجز. كنت كنشوف الناس عندهم الفلوس، السلطة، النفوذ، الطوموبيلات، الديور، وانا حتى حياتي ما قدرت نتحكم فيها. فاش كتكون ضعيف كتبدا تقلب على اي حاجة اللي تحس بها باللي راك انت قوي فيها، حتى الا كانت شي حاجة ديال الظلم مظلمة ما عنديش مشكل. في الحومة ديالنا كان واحد الراجل معروف، الناس كاملين كيعيطوا عليه بالسي الطيب. وهو راجل كبير في السن، ساكن بوحدو وعنده واحد المحل صغير كيبيع فيه الاعشاب والبخور، نقولوا عطار. لكن الناس ما كانوش كيمشيو عنده غير لهذا الشيء، زعما ما كيمشيوش عنده غير باش يتقداو العشوب ولا البخور، كانوا كيمشيو عنده باش يحل لهم مشاكلهم. مرة وحدة بغات راجلها يرجع، مرة راجل بغا يمرض خوه، مرة بنت باغية تخلي شي واحد يتزوج بها، مرة واحد كيقلب على الرزق. كل واحد واش كان كيمشي عنده. وكان الشيء اللي كيخوف ان بزاف ديال المرات هاد الامور هادي فعلا كانت كتوقع وكتصدق بصح. انا في الاول كنت كنضحك كنقول هادشي غير صدفة، حتى جا نهار تبدل فيه كلشي. كنت جالس حدا المحل ديالو، هارب من صداع ديال الدار، عيط عليا وقال لي اش كدير تما؟ قلت ليه والو. بقى كيشوف فيا شويه ويعاود يقول لي العينين ديالك فيهم الغضب. صراحه فاجئني، حيت فعلا الكلام ديالو كان بصح. داك النهار نيت كنت عامر بالغضب، كنت غضبان نيت بالمعقول. دخلت عنده المحل، كان المحل ديالو صغير والضو كان ضعيف وريحة البخور كتخنق. الحيوط عامرين بكتب قدام، سبحات، اعشاب مكارمة ناشفة وقنينات غريبة، كل وحدة في شكل، كل وحدة في لون. جلسني قدامه وبدا كيسول فيا، قال لي واش كتآمن بالسحر؟ قلت ليه ما عرفتش. وهو يضحك وهو يقول لي مزيان. قال لي اللي ما عرفش خطر من داك اللي كيصدق وعارف. من داك النهار وليت كنمشي عنده كل نهار. في الاول كنت غير كنعاونو، نجيب القهوة، نقي المحل، نرتب العشوب. ولكن مع الوقت بدا كيقربني ليه، بدا كيعلمني، لكن ماشي السحر، بدا كيعلمني على بنادم، على البشر. قال لي اي واحد كيدخل عندك راه داخل وهو خايف مخلوع. قال لي راه الخوف هو الباب. كان كيعلمني كيفاش نعرف نقاط الضعف ديال الناس. الا دخلت مرا حزينه غالبا غادي تكون عندها مشاكل مع راجلها، الا دخل راجل متوتر غالبا عنده مشاكل في الفلوس. وكان كيستعمل كلمات عامه لكن كتضرب مباشره في العقل ديال الشخص. كاينه عندك عين، شي واحد واقف عليك، الرزق ديالك مربوط. والناس صراحه كانوا كيتصدموا، تيبداو يسولوه كيفاش عرفتي؟ كاين اللي قالها ليك؟ اما هو كان غير كيبتسم وتيضحك. ولكن نهار شفت اول طقس دارو فهمت ان الامر عميق وماشي مجرد خداع. كان تقريبا 2 ديال الليل، انا والسي الطيب بوحدنا في المحل. دخلت وحده لابسه جلابه كحله مبيناش وجهها، كيبانو فيها عينيها حمرين بالبكا. سدات الباب وبدات كتبكي. قالت ليه بغيت ننتقم. السي الطيب بقى غا كيشوف فيها. من راجلي. بدات كتقول بلي خانها وخلاها مع 2 دراري ومشى مع وحده اخرى تزوج بها.
لكن الطريقة اللي كانت كتهضر بها خلاتني نخاف، ماشي ديال وحدة مقصورة، ديال وحدة مستعد دير اي حاجة باش تنتقم. السي الطيب طلب منها الصورة ديالو وعطاها واحد الورقة خاوية، قال لها كتبي فيها سميتو وسميت امو. من بعد طلب مني نسد الباب، طفى الضو، شعل واحد الشمعة صغيرة في الوسط. البخور عمرات المحل وبدا كيقرا كلام ما فهمت منه والو. الصوت ديالو تبدل والجو تبدل، قسما بالله حسيت بالحال الهوا ولا ثقيل. المرا بدات كتبكي وفجأة الشمعة طفات بوحدها. انا كرمت في بلاصتي وتخلعت. السي الطيب بقى مكمل بحال ما كان والو. من بعد ما سالا كلشي المرا خرجت وهي مرعوبة، وانا بقيت كنشوف فيه. قلت ليه اش كان هادشي هذا؟ شاف فيا وقال الخوف هو اقوى سحر. لكن بعد اسبوع رجعت المرا وهنا بدات الصدمة. هنا اول مرة غادي نتصدم صدمة خايبة. قالت بلي راجلها ولا كيجي الخوف في الليل، كيشوف الكوابيس، كيحس شي حد كيراقبو، وحتى الخدمة ديالو بدات كتخسر. هي كانت فرحانة لكن كان فيها خوف حتى هي. السي الطيب قال لها اي باب كتفتحيه خاصك تعرفي تسديه. خرجت وهي كترتعد. داك الليل ما قدرش الناس، بقيت غير كنفكر في هادشي اللي طرا. واش هادشي كامل غير تأثير نفسي ولا كاين شي حاجة اخرى؟ الايام دازو وليت كنشوف بزاف ديال الحالات. واحد بغى يمرض صاحبو، وحده بغات تفرق بين الراجل ومرتو، شي وحدين باغيين الفلوس، شي وحدين باغيين الحب، لكن الحاجة المشتركة بيناتهم كاملين هو اليأس. الناس كيوصلوا لمرحلة كيوليو مستعدين يديروا اي حاجة حتى الشر. مرة جا عندنا راجل كبير في السن، لابس مزيان وباين عليه عنده الفلوس، جلس ويقول ليه بغيت خويا يتعذب. هادي صدمة اخرى، حيت قالها بواحد البرودة كتخلع. السي الطيب سولو تبغي يموت؟ قال ليه لا غير يتعذب. خرج تصويرة وشعر وعرام ديال فلوس كتير هنيت. ديك الليلة السي الطيب دار طقوس غريبة، جابو كترت البخور وبدا تيبخر وبدا تيقول واحد الكلام غريب وحركات ما فهمت منهم والو. لكن الحاجة اللي عمرني ننساها هي الصوت اللي كنت كنسمع وسط القراية اللي كان كيقرا. سمعت صوت خافت من جهة الخزانة، بحال شي واحد كيتنفس تما. دورت عيني تما بالزربة، ما كانت تحت، لكن الصوت كان واضح. ومن بعد 2 سيمانات رجع الراجل، كان مرعوب، قال بلي خوه دخل للسبيطار، عنده مشاكل في القلب، كوابيس وخوف دائم. لكن قال حتى حاجة اخرى، قال بلي حتى هو بدا كيشوف نفس الكوابيس. السي الطيب سكت وانا حسيت بالبرد في داري. بعدها بايام السي الطيب طلب مني نمشي معاه. خرجنا في الليل، الزنقة خاوية والبرد، بقينا غاديين حتى وصلنا لمقبرة قديمة. وقفت قلت ليه علاش جينا لهنا؟ جاوبني الا بغيتي تعرف هاد الطريق خاصك تشوف كلشي وتفهم كلشي. دخلنا بين القبورة، والله حتى كان عندي احساس بلي شي حد كان كيتبعنا. السي الطيب وقف قدام قبر قديم، خرج واحد الكيس صغير فيه شموع وبخور وحوايج ملفوفة في واحد الدو. بدا كيهضر بواحد الصوت ما تنسمعوش مزيان. وفجأة سمعنا صوت حجر تحرك. دقات ديال القلب ديالي تزادوا بواحد السرعة. بغيت ندور نشوف، لكن السي الطيب شدني بواحد القوة وقال لي ما تدورش. صوته كان مختلف، خايف ومخلوع، اول مرة نشوفه خايف. بقينا واقفين دقيقة تقريبا، لكن حسيتها بحال دازت شي ساعة عليا. من بعد شد حوايجو وقال يلا نمشيو. الطريق كلها وهو ساكت حتى وصلنا للمحل، وقال واحد الجملة عمرني نسيتها: كاين فرق بين اللي كيستعمل السحر واللي السحر بدا كيستعملو. من داك النهار تبدلات حياتي، بديت كنفيق في الليل على اصوات غريبة. مرة كنسمع الحك في الحيط، مرة شي حد كيعيط بسميتي، مرة كنفيق ونلقى الباب محلول. بديت كنشك انا في راسي، واش بسبب الخوف ولا بسبب داك العالم اللي دخلت ليه. مرة كنت ناعس في المحل، فقت مع 3 ديال الليل، سمعت الكرسي كيتحرك، حليت عينيا بشوية ولقيتني تفي على الكرسي كيتحرك بوحدو، ما كان لا ريح ولا حتى واحد تما.
كرمت في بلاصتي ما قادر لا نهضر ولا نتحرك. وفجأة وقف لك الكرسي يتصمت الدنيا. الصباح حكيت للسي الطيب بقى ساكت، من بعد قال لي دابا بدا كيشوفك. قلت ليه شكون؟ ما بغاش يجاوبني. بديت كنحس بلي السي الطيب ماشي غير نصاب، كان عارف شي حوايج كتر من اللازم، لكن حتى هو ما كانش مرتاح. مرة دخلت عنده لقيتو كيشرب الدواء، وجهو صفر وعينيه غارقين. قلت ليه مالك؟ جاوبني هاد الطريق كيخلصك بشويه. نهار من نهارات خرج وخلى الخزانه ديالو محلوله، الفضول غلبني وانا نحلها. لقيت دفاتر قدام، لكن واحد فيهم تيراني، واحد فيهم شدني غلافو حمر غامق. حليتو وانا نتصدم، لقيت فيه عرام ديال السميات ديال الناس، الصور ديالهم والشهر ديالهم زائد الاسرار ديالهم، كل واحد ونقطة الضعف ديالو، كل واحد والاسرار الزوجية ديالو، بحال كان كيجمع عليهم الاخبار. وفهمت الحقيقة، السي الطيب كان كيلعب بالعقول ديال الناس، عارف الخوف ديالهم، عارف كيفاش يدخل لراسهم. ولكن وانا كنقلب لقيت صفحة فيها سميتي وتصويرتي ويدي بردات ديك الساعات. كان مكتوب حمزة الفطور هو اللي غادي يهلكو. سمعت الباب تحل، زيت راسي لقيت السي الطيب كان واقف كيشوف فيا، ما قال والو، قرب مني خدا الدفتر وقال لي دابا دخلتي بعيد. من بعد هذا النهار كلشي ولا مكفس، وليت كنشوف كوابيس كل ليله. مرة حلمت بواحد واقف في الزاويه ديال الدار، ما باينش وجهو غير كيشوف فيا من بعيد، وكل مرة كيقرب كتر، حتى النهار فقت ولقيت اثار ديال الجراح في يديا. بديت كنفقد عقلي، قررت نبعد. قلت للسي الطيب انا ساليت. شاف فيا مدة طويلة، ومن بعد قال لي ماشي اي واحد كيخرج كيف ما دخل. ضحك، ولكن الضحكة ديالو ما كانش طبيعية. خرجت من عنده وحاولت نقطع اي علاقة بهذا العالم، عالم ديال السحر والشهوة. لكن بعد اسبوع مات السي الطيب. قالوا الجيران بلي لقاوه ميت في المحل. مشيت للكنازة ديالو، المفاجأة ما جا حتى واحد من الناس اللي كانوا كيمشيو عنده، بحال راهم خايفين منه ولا خايفين حتى من سميتو. بعد ايام رجعت للمحل ديالو، ما عرفش علاش، يمكن الفضول، يمكن الخوف، يمكن بغيت نفهم. المحل كان خاوي بارد ساكت، ولكن وانا كنقلب بديت كنسمع نفس الصوت تاع التنفس اللي سمعت من قبل. كرمت في بلاصتي، جا الصوت الثاني من جهة الخزانة. قربت شوية بشوية، كل خطوة كان قلبي كيدق كتر. فتحت الخزانة بسربة، ما كان والو غير داك الدفتر الحمر. خديته وبغيت نخرج. قبل ما نوصل للباب سمعت الصوت ورايا، صوت خافت بزاف ولكن سمعته مزيان. قال لي مازال ما ساليناش. دورت راسي بالزربة، ما كان حتى واحد. خرجت تنجري ومن داك النهار عمرني رجعت لداك المحل. دابا دازو سنين، ولكن حتى اليوم كاين حوايج ما لقيتش ليها تفسير. مرة كنفيق على نفس الكابوس، مرة كنسمع نفس الصوت، ومرة كنحس بلي شي حد كيراقبني من بعيد. لكن الحاجة الوحيدة اللي متأكد منها أن أخطر سحر في هاد الدنيا ماشي الجن، ماشي الطلاسم. أخطر سحر هو الخوف اللي كيعيش داخل عقل الإنسان. حيت هاد الشي هذا دازو عليه سنين، ولكن باقي الخوف ديالو لاصق فيا. هاد الطريق هادي خايبة، ما نتمناش شي واحد في يدوز ولا يتمشى فيها.